السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. بتمنى يا رب تكونوا بتشوفوا الفيديوهات، بتعملوا لايك، تعملوا شير، تشجعونا كده بدل قنوات الفضايح. تمام. قمت الصبح كده، يعني قمت اصلي الظهر، لقيت ابني مبعتر الحاجة بالمنظر ده، حاجة الMMA وحاجة البوكس وكل حاجة، يعني رامين كل حاجة على الكنب. قلت ايه، اروقها كده واخش اكمل ايه واتوضى. على فكره الفيديو ده كان طويل جدا، بس انا قسمته لان لقيته طويل قوي عليكم. يعني ده مش تفلايه، هقول لكم بنستعمله في ايه. هو طبعا انا ولادي كبار يعني مش صغيرين عشان يأملوا يعني. بس بستخدمه لانه بينزل الترابه اللي في الشعرايه. تمام. وبيعمل يعني كده، هو بيحرك الدوره ده. ما بصوا، ده الكمامه بتاعت الكلب، بتاعت باور الكلب بتاعنا. معرفش ايه اللي جابها في الشقه وقاعد فوق السطح. ودي العدة، كان ابني بيركب لي الأنبوبة. بلم الدنيا عشان بس اخش اتوضى واصلي. بس مشط الفلاية بقى اللي انتوا شفتوه دوت، بنستعمله احنا بقى. بعد ما نسلك شعرنا كده بنتسرح بيه، عشان بيحرك الدورة الدموية زي ما قلت لكم كده، وبيطول الشعر وبينعمه كمان. ماشي، جربوه وقولوا لي. واللي جربه وعارف يقول لي برضو في الكومنتات. بتاعت الركنة الجديدة، بصوا مرمية. فضلت بقى ايه، اشيل واحط الحاجه. والله عبيت الحاجه دي كلها في طبق بلاستيك كبير، حاجه التمرين كلها مش عارفه اوديها فين. فضلت الم فيهم. بصوا، يعني مش عارفه. طب انتوا بتلعبوا بيها؟ طب لموها يعني، حطوها في مكانها. اوضتكم يا عم، ارميها في الارض في اوضتكم. مش كده. انا كأني بسجل الفيديو ده لابني. بس وكان في حاجه كمان عايزه اقول لكم عليها. في قناه اسمها يومياتي على الله، بتاعه فاطمه الست ام مريم. الست ديت يا ريت تخشوا لها الفيديوهات تشاهدوها. ما اعرفش بقول الكلام ده لمين، انا ما بلاقيش حد يشاهد لي، بس اهو على الله. يمكن لعل وعسى واحد حتى ولا واحده يشوفوا الفيديو ويسمعوا الكلمتين دول ويدخلوا قناتها، يعملوا اشتراك ويعملوا لها مشاهدات. الست تستاهل يعني بصراحه، وربنا يا رب يقومها بالف سلامه. لميت كل الجزم. ده كان حمام صغير يا جدعان. بصوا البلاعه دي جنب باب الشقه على طول، كان حمام صغير وكان مقفول بباب اكورديون كده. لقيت ان ايه يعني، مش فاهمه، احنا نفضل مخبيين الجزء ده محدش بيستعمله ابدا. رحت شايله القعده والحوض منه، حطيت فيه مرايه ومكتب لحد ما اشوف هعمل فيه ايه. كنت هجيب فيه جزامه ان شاء الله، يعني باذن الله ناويه ان انا هشوف هجيب فيه جزامه، مش عارفه. بلم بقى انا اسفه بقى يعني، لا مؤاخذه، كل الجزم. كل الجزم. انا ثاني يا لهوي اسكتي. بس لميتهم. والله ما كنستش ولا حاجه، انا برتب كده وخلاص. المهم احنا بالليل كنا كانسين وماسحين وتمام. نزلوا وطلعوا ونزلوا وطلعوا، وكل واحد بقى يقلع ويحط ويشيل. قصه كده. بصوا حتى واكلين البتاع ورامين ورقتها في الارض. بس حطيت كل حاجه بقى ورتبتهم. كانت الكنبتين دول خانقين، والمكان ده اهو برضه مش شكلهم مش حلو، محتاجه جزامه فعلا. ربنا ييسر الامر وهجيب واحده. ده الفسيخ كنت ببص عليه. بصوا ريحته يا نهاري، ريحته فظيعه. ربنا يستر يده بس يطلع حلو. دي تاني مره اعمله في حياتي. اول مره عملته في الشتاء. ربنا يستر. كنت بقلبه وريحته فظيعه، ريحته فظيعه بجد. والله العظيم عشان فتحت غطا الحله دي، الريحه الحمد لله. دخلت اصلي الظهر الحمد لله. وبعد كده مسكت الكولدير بتاع الميه، انا ما اعرفش هو اسمه ايه. وغسلته. كان مركون طول الشتاء بقى، وهو حلو. وفي تلاجة صغيرة من تحت، وفي فريزر كمان شكله صغير قوي، هوريهولكوا دلوقتي. فمركون كده طول الشتاء، فقلت لا طلعيه بقى. وغسلته غسلة حلوة بالصبح. وفي ورا صرف كده في الجهاز دوت، في الكولدير ده كده، عشان تنزلي كل المية بقى بالصابون وتشطفيه وتغسلي المواسير بتاعته من جوه. انا ساعات بحط ميه وخل، وبرضه اشغل الحنفيات، اقعد ادوس على الحنفيات بتاعته
وانزل الميه واعبيه تاني واشطف وكده. فضلت اغسل فيه، بس في حاجه غبيه قوي بقى. يعني الظهر كله، وانا بفك البتاع اللي ورا دلوقتي كده هتشوفوا كله كهربا وموتور وحاجات. قعدت احمد ربنا ان انا ما دلقتش عليه ميه مع اني هدلق دلوقتي تاني، بس ابقى حريصه يعني. بصوا السلوك والكهرباء والمواتير وقصه يعني. فالموضوع غريب، يتغسل ازاي ده كده يعني؟ كان المفروض يبقى مثلا دي حاجه تغطيه، لان هو مش هيتعامل معامله التلاجة، هيتغسل من جوه ومن بره وكل حاجه. بس هو كده لا، عايز بقى تلميع عشان الميه ما تنزلش في السلوك دي. سبته بقى، دعكته كله كله كله، والحنفيات وكل حاجه. بصراحه بيخلي الميه تلج، ولو عايزه سخن برضو بينزل ميه مغليه. بس ما تعملش شاي، اللي هو تعمل ينسون الحاجات دي، بس الشاي لا، بيبقى محتاج اكتر من كده. بصوا الدرج عامل ازاي، انا كنت فاكراه عفونه، صوتت اول ما شفته. لا ده هو لون زي ما يكونوا كانوا بيرشوه وراح رشين من جوه كده النقطتين السود دول. قال ده درج الفريزر بقى يعني، قال يعني. بس اتمنى تعملوا لي لايك وتعملوا شير، وان شاء الله باذن الله. هنا بقى كنت بدات بقى اشطفه خالص بميه كتير كتير كتير، لان خايفه يبقى في المواسير صابون او كلور، لان حاطه كلور وصابون. كنت خايفه يبقى فيها كلور، فصبنت كتير بقى، وبقيت انزل ميه من المصرف بتاعه اللي ورا ده. وغسلت الفريزر وغسلت التلاجة من تحت. هي دوبك بتشيل طبق، والفريزر ده بيشيل كام زيتين يعني، مش اكتر، بس حلو. مش يعني حركة حلوة بدل ما تبقى حتة صندوق كده فارغ. لا حلو انها تلاجة من تحت يعني. بس فاتمنى يا رب الفيديو يعجبكم، وان شاء الله اللي مش عامل اشتراك يعمل اشتراك، واللي مش حاطط لايك يحط لايك، وتابعوني ان شاء الله كل يوم هننزل حاجة جديدة. وعلى قد ما اقدر ان شاء الله ان احنا نكون قنوات كويسة، مش بتاعت مشاكل ولا بتاعت قلق وتوتر، لان انا متابعة اليوتيوب وقنوات اليوتيوب كلها مشاكل وحاجة وجع قلب بصراحة. وجع قلب، كلهم هري 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 وكله مشاكل. ربنا يسترها علينا يا رب وعلى جميع عباده، ويخرجنا منها على خير ويسترها علينا. الواحد مقلق من اليوتيوب بصراحة يعني، برغم الواحد عايز يشتغل فيه بس يعني بدل ما نقعد نعمل لهم مشاهدات، لا نقعد نعمل دولارات زيهم ولا ايه؟ مش كده؟ بس دي خلاص خلصنا كده بقى، الحمد لله رب العالمين. وسبتها بقى خالص لاني خفت بصراحة اشغلها، سبتها وركنتها وبحط لها بقى السدادة بتاعت الصرف، وهقفل الغطا. السدادة دي مش عارفة يعني، لا قدر الله لو ضاعت الواحد هيعمل ايه؟ ربنا يستر. والغطا بقى بتاع الصرف قفلته عليها كويس، حريصة جدا عليه. اكتشفته بالصدفة اصلا قبل كده وانا بغسله، وخلصتها الحمد لله. هلمعها بقى من الجناب ومن ورا بفوطة مبلولة، والحمد لله هو كده جاهز. هخلي ابني بقى يا اما يجيب لي. السلام عليكم، يلا.